قبل 3 سنوات أعلنت عائلة بن حوا عن اختفاء ابنتها ريتاج صاحبة ال5 سنوات في ظروف جد غامضة في أحد شواطئ مدينة مستغانم. يومها تحولت عطلة العائلة إلى مأساة سادها الغموض والحيرة والدهشة. هل غرقت ريتاج واختفت جثتها؟ هل اختطفت طفلة وابعدت بالقوة عن عائلتها؟ وسط فرضيات كثيرة أطلقت العائلة وقتها نداءات بحث عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن الطفلة لم تظهر وكأن الأرض قد ابتلعتها. عائلة بن حوا لم تفقد الأمل في العثور على ابنتها، وعلى مدار 3 سنوات استمر في إطلاق نداءات للبحث عنها. في ولاية سطيف التي تبعد بمئات الكيلومترات عن مدينة مستغانم، لمح أحد المواطنين طفلة تشبه إلى حد كبير الطفلة ريتاج. كانت برفقة امرأة متسولة. سارع ذلك الشخص لتبليغ المصالح الأمنية التي تدخلت للقبض على المتسولة والطفلة واستدعاء عائلة بن حوا، التي تنقلت رفقة عناصر الدرك الوطني إلى سطيف، حيث تعرفت الأم على ابنتها ريتاج، لتنتهي معاناة عائلة بن حوا بعد مرور 3 سنوات من الاختفاء.